السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا انا بسجل لكم الفيديو، انا لسه صاحية من النوم، اسفة على صوتي بس انا عندي برد والله، الله المستعان يعني. طبعا هنا بصوا الفيديو ده كان امبارح، قلت اسجله لكم النهارده عشان انزله لكم. ما شاء الله، تعالوا نعمل احلى كيكة تدفي بقى بالساعة دي. كيكه بقى بتاعت اليومين دول خطيره خطيره يا جماعه. انا بعملها على طول خطيره والله العظيم، بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، اسفنجيه خالص وهشه كده، وحاجه حلوه قوي، حاجه يعني تستحب ان انت تفطري بيها الصبح، مع كوبايه شاي بالليل تتعشي بيها، حاجه خفيفه كده وحاجه جميله قوي. شايفين طراوتها خطيره. بص هفتح لكم قلبها من جوه هش كده وخطيره، وريحتها دي كانت قلب الدنيا. بصوا ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا عامله ازاي. هنشوف دلوقتي المقادير بتاعتها سهله جدا جدا جدا. بصوا القاع بتاعها من تحت عامل ازاي، ووشها عامل ازاي، ما تفرقيش حاجه عن بعض. هنشوف المقادير، تعالوا بينا نشوف. صلوا على النبي الاول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شغل كله في شفشق الخلاط. حطينا 3 بيضات، ومعايا فانيليا بالبرتقال اللي هي بيبقى واخده نكهه البرتقال دي. حطيت كيس، ضربتهم بقى في الخلاط ضربه كويسه. بعد كده نزلت بقى بالسكر، وهي كوبايتين من السكر، ونزلت بكوبايتين برضو من الحليب اللبن. طبعا دي بشر ليمونه اهو، بتشريها بالمبشره كده، بتدي بصوا خطيره، وبتشيل الزفوره وحاجه حلوه قوي، بتدي الكيكه دي ريحه تانية. بشري بشر الليمونه كده، هضربهم بقى في الخلاط ضربه كويسه اهو. بعد كده هنزل بقى بباقي المقادير. طبعا كان الكاميرا مفصوله، نزلت بكوبايه الا ربع من الزيت ومعلقه من الخل ولسه بقى هنزل بقى بعصره الليمونه اللي انا بشرتها دي عصره. هنا بقى معايا كوبايتين من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، هزيتهم كده بالمنخل، ومعلقتين من النشا، ومعلقه بيكنج باودر اهو. يبقى 3 كوبايات من الدقيق، كل ده نخليه، ومعلقتين من النشا، ومعلقه من بيكنج باودر. لازم تنخليهم بيدي طراوه كده للدقيق، وخلي الدقيق معاكي هش كده وحاجه حلوه صراحه. يعني جربي على طول ان انت تنخلي الدقيق، حتى لو انت متاكده منه تنخليه بالمضرب. يعني انا جبت المضرب بقى وبقيت انزل كله. بصوا بايدي كده على طول. نزلت بقيت الخليط كله في الوقت ده بقى. جبت صينيه بقى ممسوحه كده بالزيت، وبدرتها بالدقيق، بطنتها يعني، وهنزل بقى بالخليط. بصوا عصرة الليمون نزلت بيها عصرة الليمونة. يبقى احنا بشرنا بشرة ليمونة، بشرنا بشرة ليمونة اسفة في الخلاط، وعصرنا عصرة الليمونة في الخليط. انا بوريكم ان انا حطيت الخل والزيت قبل كده يعني في الخلاط، بس الكاميرا كانت مفصولة اهو. نزلت بقى بالخليط. بصوا الخليط معاكي ولا ماسك ولا سايب خالص اهو، كريمي كده وجميل خطير يا جماعه. الصينيه بقى ممسوحه، دي اكبر صينيه عندي في القالب. ما شاء الله كان المستوى بتاع الكيكه كان جميل جدا، ولا عالي ولا واطي، المستوى كان حلو، وكانت الكيكه فاتحه وكانت جميله جدا، وكانت ريحتها قلب الدنيا. انا هحطها على الشبكه في النص، وهفتح الفرن من تحت، مش هفتح الشوايه، بالظبط تلت ساعة تطلع أحلى كيكة. مش هفتح الفرن لما يعني هفتح أول ما الريحة تطلع، هفتح الفرن وأبص عليها من الجنب بخلة كده، استوت بطلعها، ما استوتش مطلعهاش. طبعا هي كان بالظبط تلت ساعة وكانت استوت. وقفلت الفرن بعد ما استوت، سبتها تطرى كده. بعد ما اهي سبتها يجي حوالي 5 دقايق، طلعتها. بصوا خطيرة، هي كانت لسه سخنة برضو، مش عارفة امسكها زي ما انتوا شايفين. خطيرة يا جماعة. قومي دلوقتي بقى اعملي لك صينية كيكة كده، مقادير سهلة جدا ولا مقادير صعبة ولا أي حاجة. قومي اعملي الصينية دي هتعجبك قوي، افطروا بيها كده، اتعشوا بيها، حد يدخل عليكي،
طول الشتا يكون عندك كيكة في البيت، عندك أي حاجة جنب كوباية شاي، جنب أي ضيف يخش عليكي، أي حد يخش عليكي، خطيرة يا جماعة. بس سخنة ازاي، البخار طالع منها. طبعا قولوا لي ايه رأيكم بقى، متنسونيش باللايك وبالشير، متنسوش بقى الصلاة على النبي وكومنتاتكم الجميلة مش تنسوني بيها. وكده الفيديو انتهى، واتمنى ان نسيت الكيكة تكون عجبتكم بطريقة سهلة جدا. يلا نختم الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.